اهلا وسهلا بكم اصدقائنا الاعزاء، وفي اخر يوم ليا في ستوكهولم مع الصديق الغالي الاستاذ شمال من شمال علي، احد الناشطين السياسيين، يعني استضفناه في القناه قبل كده عده مرات، وهو استضافني هنا ايضا عده مرات في السويد في ستوكهولم. فقلنا الموضوع يعني اتكلمت فيه مع الشباب، وبيتكلم فيه الناس مش مجرد في داخل السويد فقط، او داخل انجلترا فقط، او في فرنسا او في النمسا. في كل اوروبا دلوقتي بقى الصراع بين اليسار واليمين اخذ منحى فيه شيء من العنف وفيه شيء من خطاب التخوين. اول ما انا رحت بريطانيا كان زي ما قلت يعني في فيديو اخر ان يعني ممكن احنا الاثنين، انت يساري سوشيالست وركر وانا من المحافظين او من الليبرال، على سبيل المثال نتخانق مع بعض يعني، ونقوم نازلين يعني نتخانق مع بعض بالكلام في البرلمان، وبعد كده نروح نتعشى ونصير اصحاب، يعني ما فيش مشكله. بدأ يحصل نوع من التشنج، يعني تحديدا يعني من بعض البرلمانيين الانجليز ايام موضوع صدام وسقوط صدام وتوني بلير، وبدأ يحصل نوع من التشنج. لكن دلوقتي بدأ يحصل نوع اكتر من التشنج، وبقى في يمين يعني زي ما بيقولوا بين قوسين اليمين المتطرف، وطبعا ده تعريف محتاجين نضبطه، وايضا اليسار المتطرف، وده برضه يعني كل واحد بيشوف مين المتطرف على هو حسب هو واقف فين. فطبعا الاستاذ شمال من الخلفيه يساريه، مش هقول ابا واما يعني، كمان يعني هو اتولد لقى نفسه يساري. واليسار طبعا هو شخصيا له تجربه في التطور الافكار اليساريه بتاعته من معسكر لمعسكر، وحتى كنا بنتكلم قبل التسجيل على تروتسكي وستالين وماو وغيرهم. والدول دي تعتبر دول فيها ما يسمى بالاشتراكات الديمقراطيه، او احيانا بعض الناس بيتنازعوا. احنا لما كنا بندرس علوم سياسيه يعني هل دي الدول دي اشتراكيه ديمقراطيه ولا ليبراليه اجتماعيه؟ يعني الليبراليه فيها طعم اشتراكيه بالذات هنا، والاخوه بتوع سويسرا، وكان حتى في بريطانيا توني بلير حاول يعمل كده بالمفكر المشهور صاحب كتاب الطريق الثالث أنتوني جيدنز، وكان قصه كبيره يعني. لكن في منحى، وقبل ما ارمي الكره في ملعب شمال اقول له ان في منحى خطير، ان بدا واحد يحمل افكار يساريه، افكار مع حقوق الانسان، صفى واحد من انصار اليمين الشعبوي الديني، اللي ممكن اراءه بالنسبه لاي شخص يساري متطرفه وفيها معاداه للمثليه الجنسيه ولحقوق الاقليات. فالاخ اللي اسمه كيرك وتم تصفيته، وفي خوف داخل اوروبا، وكتبوا مقالات ان ممكن ده يحصل تصعيد في المشكله دهيت في المستقبل. ف يعني ممكن اسيب لك راوند كده تتكلم فيه، يعني هل ممكن يحصل تصعيد ولا ما يحصلش، وايه هو اليسار المتطرف، وايه هو اليمين المتطرف من وجهه نظرك، وكمان الاتهامات اللي تلقى على اليسار انه بيفتح اوروبا للاجئين والمهاجرين ضد حقوق ابناء هذه البلاد. وانت يساري وايضا تعتبر من المهاجرين يعني، او من الناس يعني ما اتولدتش لقيت نفسك بابا وماما سويديين، جيت هنا واخترت. وبرضه الاصدقاء اللي معانا نفس الوضع يعني، سواء بقى جيت بزواج او بعمل او بلجوء او ايا ما كان، يعني مش هتفرق. فمعاك الميكروفون تقول لنا ايه هو المتطرف والمش متطرف، وايه رايك، هل ممكن يتصاعد الموضوع، وهل ممكن نلاقي الاجانب بتطرد لو في اليمين المتشدد مسك؟ ممكن تلاقي حتى لو انت يعني مسلم بالاسم او عربي بالاسم ممكن يطردوك. هو لسه مش هيقعد بقى يشوف انت افكارك ايه ومش افكارك ايه. وايه رايك في التهمه لليسار ان هو منبطح امام الاقليات ضد ابناء البلد؟ اتفضل يا باشا.
اوكي، هو اول شيء اهلا وسهلا بك مره اخرى. الله يخليك يا حبيبي. ويا ريت الزيارات المقبله تكون شوي اطول، ايوه ويعني ان شاء الله المره الجايه نقعد نسعد عندكم بيك. اسبوعين ولا حاجه ونلف. فترة. نفسي اروح ناحيه القطب الشمالي المره الجايه بقى. واشكرك على هالاستضافه هاي بقناتك، اللي طبعا انا من المتابعين واتابع برامجك، سواء كنت متفق معك او مختلف، بس اشوف الخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. اكيد. اول شيء طبعا انا اشوف انه يعني طرح السؤال وطرح المسألة هو أساسا جزء من تصوير الواقع، وأن الواقع الشخص من منطلقاته ممكن يحدد شنو هي الصورة وشنو هو السؤال. أني أشوف أنه أول شيء أنه ما في شيء اسمه يسار متطرف مع الأسف. ماشي، مش مشكلة. من وجهة نظر من وجهة نظري اليسار اللي موجود هسه يسار أساسا منبطح أمام الليبرالية، منبطح امام الليبراليه، يعني منبطح منبطح امام الليبراليه ومن زمان. واساسا الوضع اللي بنشوفه هسه وتصوير اللي بيسموه التصوير اليساري حول قبول اللجوء، هذا اساسه ومرتكزاته هي مرتكزات ليبراليه مبنيه على اساس سياسات الهويه، اللي انا بالنسبه لي اشوف السياسات الرجعيه بمعنى الكلمه، انه تقسيم البشر وتقسيم الانسان على حسب خلفياته وعلى حسب معتقداته وعلى حسب انتماءاته القوميه والطائفيه والاثنيه. ولكن الطرح الليبرالي هذا هو انه تحافظ على الهرم الاجتماعي، وتحافظ التراتبيه الاجتماعيه، الفوارق الطبقيه، الفقير والغني، الغالب والمغلوب على امره، تحافظ عليه، ولكن تلون الهرم هذا بتلاوين إثنية، طائفية، دينية، قومية، أو حتى مثلا جنسانية أو جنسية. فهذا السيستم هذا آيل إلى السقوط، وهذا من زمان. يعني المسألة مو مسألة اليوم، تقريبا يعني من ممكن بعد 2008 برز الأزمة الخانقة والأزمة المميتة للنيوليبرالية بالعالم. وهاي ذكروا فلاسفة من بينهم مثلا جيجيك حكى عن هالموضوع هذا، على هالموضوع هذا سلافوي جيجيك، وقال انه هذا النظام الليبرالي آيل الى السقوط. وهنا احنا امام اختيارين، يا اما نتجه نحو تحرر او حريه اكبر ومساواه اكثر ومجابهه الواقع الانقسام الطبقي اللي صاير، او ممكن نتجه اتجاه يميني، وهذا هو اللي دا يصير هسه. فاحنا ما ممكن ناخذ الصراع بين اليمين واليسار من هاي الصوره اللي تبرز وسائل الاعلام العالميه عن قتل شخص مثلا بافكاره يمينيه على يد شخص اخر ما نعرف لحد الا هل افكاره يساريه، هل عنده فكر اساسا، او هسه طبعا في اسئله كبيره مطروحه حتى في امريكا، انه هذا هل تم بتواطؤ اسرائيلي او بدعم اسرائيلي هاي عمليه الاغتيال، او هو هذا الشخص فعلا شخص يساري. مع انه في نائبه بالبرلمان هي وزوجها انقتلوا قبل فتره، ولا حدا اصلا حكى عن بامريكا عن مين اللي قتلهم؟ كان اليمينيين قتلوهم. يمينيين هو نائبه بالحزب الديمقراطي. ايه اساميهم دي ممكن نتكلم عليهم ونبحث. ما استذكر. ابعتها لي بعدين، يعني بعدين اكيد ابعتها لي. يعني هالحادثه هاي صارت يعني حتى اني من تقريبا شهرين او 3 شهور قبل، وما حدش علق عليها في الإعلام. ولا اصلا صار حديث، ولا اصلا صار شيء، وهم انقتلوا يعني باغتيال، وهي وزوجها وبالسياره، وضربوهم اثنيناتهم وقتلوهم. ولا مسكوا شخص ولا مسكوا اللي عمل العمليه دي ولا ما اعرف؟ حتى هالمسائل هاي ما متناول. لا اصلا اتصور انه هذا الشخص اساسا ما تم القاء القبض عليه، ولا حتى التحقيقات جرت بما يعني هذا. فمحتاجه تحقيق الموضوع ده. نشوف انه الموضوع مو مساله يعني من هالوجهه نظر هاي. طيب أنا خليني اوقفك نقطه. انت قلت ما فيش يسار متطرف في اوروبا، بالعكس اليسار الموجود يسار منبطح.
طب هل في يمين متطرف؟ نعم طبعا، لا مو من يمين متطرف، انا ما اسميهم، هاي النيوفاشيه، هذا تيار نيوفاشي، هذا تيار فاشي طب نازي. هل تعتبر كيرك يمثل تيار فاشي؟ اكيد هو يمثل تيار زي فاشي. ترامب، هو يعني صبي ترامب. لا هو مو صبي ترامب، اصلا الشغلات اللي هو كان يحكيها ترامب ما يقدر يحكيها، يعني يقول عيني عينك قدام النساء من ذوات البشره السوداء او النساء الافريقيات الامريكيات، انه انتم امكانياتكم امكانياتكم الشخصيه ما يوصلكم الى درجات معينه، يعني مثلا بالسلم الوظيفي ما لازم ترتفعون، وانه امكانياتكم ما تسمح بهاي بصوره كل للنساء عموما ولا للنساء السمر خصوصا؟ لا نساء السمر خصوصا. وبعدين يقول انه امريكا اصلا ارتكبت خطا كبير اثناء يعني بعد حركه الحقوق المدنيه لسو مارتن لوثر كينج جونيور، لما صار التحديث اللي صار، وانه فتح الامكانيات امام السود ومعامله السود والبيض بنفس هاي، وفتح المدارس للجنسين، قال هاي اخطاء لازم نعترف بها، انه اخطاء ولازم نرجع الى الوضع السابق. يعني الوضع السابق اللي كان فيه المراه مثلا ذوي البشره السوداء لازم تقعد ورا بالباص وما لازم تقعد. تتذكر الحادثه اللي صارت معروفه. يعني رحت زرت المتحف اللي فيه هذا الشخص هذا شخص يميني، مو يميني متطرف، هذا الشخص فاشي ونيو نازي. وهاي النيو نازيه والنيو فاشيه هسه هي هاي اللي ممكن انه تشكل المصيبه الكبرى بالنسبه لاوروبا. والموضوع ما متجه للاجئين او المسلمين من بين اللاجئين او المهاجرين. الموضوع هو هذا، طبعا المصطلح هذا مو غريب عنك اكيد، كبش فداء او اسكيب جوت. طبعا كبش الفداء باللغه العربيه ما تعني اسكيب جوت بالدقه. سكيب جوت انه مثلا انه في حسب الموروث الديني اليهودي انه في كل الذنوب نذبها على حيوان معين ونضحي به، وعلى بهيك ان تخلصنا من ذنوبنا. الكبش الفداء هذا كان في الموجة الأولى للفاشية بأوروبا كان اليهود، ولكن الآن تحول إلى المسلمين، وهذا بس التغيير. الأساس بهالحملة هاي هو مو بس اللاجئين أو المهاجرين، الأساس بالحملة هاي هو هجوم على الحقوق الإنسان مثل ما نعرفه أنا وإنت، مثل ما ممكن أنه سواء اختلفنا على مضامينه وهاي، ولكن ما نقدر ننكر أنه خطوة متقدمة باتجاه يعني عالم أفضل، وباتجاه عالم يسود نوع من الوئام، نوع من الاحترام للفرد الإنساني. وهذا طب هسألك سؤال أكيد الناس هيفكروا فيه. هل أنت إيه رأيك الشخصي في تصفية الفاشية اللي موجودة في أوروبا؟ كيف يتعامل معها؟ إذا كنت أنت شايف إن كيرك اللي هو الجدع الأمريكاني ده فاشي، فشايف التصفية دي يعني لا طبعا، لا طبعا، لا. هو هنا في خطوط حمر، وهذه الخطوط الحمر احنا ما لازم نتجاوز اصلا. اسلوب التصفية والتصفية الجسدية هاي اسلوب فاشي، اسلوب نازي، واسلوب ما ينفعش نتعامل مع النازيين بنفس الطريقه اللي بيتعاملوا بيها مع الناس. اصلا ما ينفع. هسه هل الحركه هاي اللي صارت بامريكا انه فتح الباب امام ترامب والنيوفاشيه بامريكا انه تتصرف مثل ما بدها، انه احنا يعني هم اساسا يعني من الناس اللي يهاجمون الحريات، اللي يهاجمون المساواه، اللي اساسا أنا أشوفهم هاي الحركة أساساً ندمانة على القيم اللي جابتها الثورة الفرنسية. يعني هم ندمانين على هاي الحضارة اللي بنت الليبرالية في القرنين الماضيين. أنه شنو معناته أنه إحنا متساويين، أنت عربي وأني مو عربي، وإن أني من الجنس الآري وأنت من الجنس الغير آري وإحنا متساويين. ما في هالكلام. هذا النيوفاشية بتصورهم عن البشر انه في تراتبية وفي الافضل من الاخر، وهالنظام هذا لازم ينشال. فهسه هذا التيار اللي هو متجه الى فرض انعدام الحقوق وفرض الاستبداد او التراتبية بمعنى الكاست سيستم اللي مثلا الموجود بالهند، انه المجتمع مؤلف من طبقات معينه، الواحد ما ممكن يتجاوز طبقته، وحتى اذا اغتنى وحتى اذا صار غني وهاي ما ممكن يتجاوز طبقته ويصير الى طبقه اخرى. هذا المنظومه الفكريه هاي اللي النيوفاشيه تريد تفرضها على المجتمعات من جديد.
ولكن في هالاحيان هاي شنو هو الاقليه الاضعف اللي ممكن نهاجمها ونحرمها من حقوقها بدون ما تثير اي مشاكل. وهاي بهالاتجاه هذا وبهالطريقه هاي ممكن انه نتخلص من كل القيم اللي فرضتها قرون وعقود من النضال المستميت للطبقة العاملة والجماهير المقموعة يعني المضطهدة باتجاه وضع أفضل، أنه نتخلص من كل هالمكتسبات ونرجع رجوع إلى ما يشبه العلاقات في المجتمعات الإقطاعية. وهذا التيار الماشي. ولكن في هالاتجاه هذا انه نبدا نبلش بالاقليه اللي ممكن هضم حقوقها وتحقيرها ما تثير جدل كثير بالمجتمع، مثل ما صار ايام الفاشيه. طبعا النازيه كانت تريد نفس الشيء، تريد تعمل نفس التحرك هذا، ولكن اختاروا اليهود كبش فداء، وهسه مختارين اللاجئين والمهاجرين، وبينهم طبعا المسلمين، وبين المسلمين اكثر شيء العرب، انه هالهجوم هذا لازم يصير عليهم، ولازم العمليه هاي طيب تبلش من خليني بقى اقول لك ان العرب عاملين مشاكل والمسلمين عاملين مشاكل في اوروبا يعني، وفي ازمه، وفي بعض اليسار او بعض التيارات، عشان ما نقولش يسار ويمين، بعض التيارات ايدت وجود محاكم شرعيه داخل اوروبا، وحتى اتكلم على ده اظن بعض يعني الساسه الاوروبيين، ان لو واحد ومراته متخانقين على ميراث او بتاع من حقهم يروحوا المحكمه شرعيه في المراكز الاسلاميه المعتمده من الحكومه، واذا اختلفوا على قبول احكام الشريعه ان هم يروحوا فين؟ يتحاكموا للقضاء. فاعطاء ما يسمى بالتعدديه الثقافيه دهوت، انت رايك فيه ايه؟ ان تبقى في محاكم، يعني بعد الشر مش انت يعني واحد تاني متخانق مع مراته ويعني مختلفين حوالين اي حاجه، فيروحوا للشيخ والحكم بتاعه يكون ملزم ليهم، يبقى حكم قضائي رجل دين يعني معين بهذا الشكل. ده طبعا انت عارف حصل بعض الحاجات زي دي في بريطانيا، او المواريث اللي هي القضايا بيسميها احنا في مصر الاحوال الشخصيه، اللي هي الميراث، الزواج، الطلاق، الحضانه، هذه المشاكل. واذا اختلفوا اختلاف شاسع طبعا بيروحوا للمحاكم الايه؟ البريطانيه طبعا. لكن لو الاختلاف ما وصلش لهذا الحد بيبقى ايه؟ خلاص. فايه رايك انت في ده؟ وهل انت مؤيده ولا معارضه من ناحيه؟ ومن ناحيه تانية الناس اللي بتقف مع هذا هل لا تغير هويه اوروبا؟ لا، اصلا هو هالموضوع هذا التنوع الثقافي والشيء اللي انا حكيت عنه في المقدمه، انه في البدايه، انه تلوين الهرم الموجود، الهرم الاجتماعي الموجود والتراتبيه الموجوده بتلاوين ثقافيه مختلفه وبتلاوين دينيه مختلفه مع ابقائه. وانا معارض له جمله وتفصيلا حتى من قبل ما تثير هالمسائل هاي او تؤخذ كذريعه لهجوم النيوفاشيه على المجتمعات الغربيه. هالمساله هاي اساسا منافي لحقوق الانسان. وطبعا انا يعني من صار لي 25 سنه موجود بالسويد تقريبا. من 25 ما فيش حاجه زي كده في السويد. لا هو كان في محاولات وفي حكي، وحتى في احزاب مشكله من قبل الاسلاميين اكثر شيء داخل السويد يعني ينادون بمسائل مثل هاي. وفي طبعا محاولات كانت حتى في كندا، يعني محاكم الشرعيه والحكم بالشريعه الاسلاميه، هاي كان محاولات حتى موجوده في كندا في من تقريبا عقدين مضوا. بس هالمساله هاي طبعا انا تصوري عنه انه هذا منافي لحقوق الانسان ويجب الوقوف ضده، ولكن مو بالتوجه اليميني الموجود او النيوفاشي الموجود. هذا التصور النيوفاشي اساسا نابع من مثلا على سبيل المثال امريكا.
الناس اللي واقفين بوجه المهاجرين واللاجئين هناك هم اساسا من الجماعات المسيحيه، او ما تسمى كريستيان ناشوناليزم، اللي هم اساسا يريدوا يعودوا الى وضع كانت فيه المراه ما عندها الحقوق الموجوده هسه، او حتى هم معادين لكل القيم اللي تنادي بالمساواة بين الجنسين. فهم متفقين نوعا ما مع التصور هذا الإسلامي والمتخلف عن الروابط الأسرية والعلاقات الأسرية وعلاقة المرأة بالرجل. فالمسألة ما تنشأ من هنا. وطبعا هالمسألة هاي ما مقبولة، وأساسا هي هاي اللي خلت التربة خصبة لوجود هالتيارات هاي. اي تيارات التيارات النيوفاشيه هاي اللي طب ايه رايك في ان في بعض اليسار وقف مع هذا في الحاله البريطانيه؟ مثل ما قلت انه هذا انا اعتبرهم من اليسار النيوليبرالي واليسار الليبرالي، اليسار المنبطح للنيوليبراليه، المنبطح لهالقيم هاي. وطبعا انت حضرتك ذكرت انتوني جيدنز، اتصور انه انتوني جيدنز من ذول الجماعه، من ذول الجماعه اللي كانوا بينادوا بالتنوع الثقافي والطريق الثالث وما الى ذلك. هناك حرمان، ولكن هذا الحرمان يجب انه نغطيه بنوعا ما. فانت مثلا تجيب شخص للسويد هو غير محترم كانسان، هو غير محترم كعامل، هو غير محترم كشخص ممكن يساهم بهالمجتمع هذا، ولكن تحترمه كمسلم وتفتح له مساجد وتفتح له تهيئ له مثلا انه ممارسة هويته الثقافية على اساس. الحرمان هذا يجب التعويض عنه بهاي، هو هذا المنهج النيوليبرالي اللي مهد للوضعية هاي. فأني اكيد مو من الناس اللي ينادون بالعوده الى ما كان اليسار يدعي له، او الى التنوع الثقافي بهذا المعنى. اني اشوفه من مناهض هالمساله هاي وهالسيستم هذا لحقوق الانسان جمله وتفصيلا. الحقوق الفرديه للانسان، الفرد الانساني فرد انساني، سواء كان منتمي الى الافكار الاسلاميه او هو مسلم مثلا نشأة، أو إذا كان مسيحي أو إذا كان لا ديني. الفرد الإنساني أمام القانون في المجتمع لازم تكون حقوقه متساوية. طيب أنت إيه رأيك في السويد دلوقتي الحزب اليساري اللي أخذ حوالي حاجة 30%؟ أولا أنت شايفه يساري ولا يساري نص نص؟ دي واحد. اتنين استنى بس عليا. اتنين ده واحد شايفه الحزب اللي هو أخذ حاجة 30% وما عرفش يشكل حكومة. هو يساري من وجهة نظرك ولا لأ؟ هو طبعا برفع شعارات يسار. تحكي عن الاشتراكية الديمقراطية. الاشتراك الديمقراطي حزب الاشتراك الديمقراطي اللي اخذ حاجه 30%، ورغم ذلك فشل في تشكيل الحكومه داخل السويد، وشكلت الحكومه قوى اليمين بما فيهم بعض الاحزاب اللي ممكن انت تشوفها فيها ريحه فاشيه، واصولهم نازيه يعني هاي مساله مو سر، يعني اصولهم نازيه. هذا الشخص اللي هو الرئيس الحزب هسه يعني على الحزب اللي هو ديمقراطرنا السويدين الديمقراطيين، هذا الشخص احتفل بذكرى قتل أولوف بالما على صفحته؟ لا، على في كريستين، في رحلة كريستين يعني رحلة بحرية. احتفل بذكرى قتل أولوف بالما وغنى أغنية فيها نوع من التحقير حتى لزوجته. اوكي، وهي الاغنيه موجوده، ما زالت موجوده على النت. فهذا الشخص اساسا اصوله نازيه وهو ما يقدر يكره الشيء. بتفسر بايه انت كده؟ شايف ان الحزب الاشتراكي الديمقراطي ده يساري ولا لا؟ لا اصلا هذا هو يسار منبطح. لا، الليبرالي، الحزب النيوليبرالي اساسا. الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالسويد بعد مقتل أولوف بالما انحدر انحدار كلش يعني فظيع نحو النيوليبرالية، نحو اتخاذ المنهج النيوليبرالي. طب لماذا والخصخصة نعم، لماذا هذا الحزب الاشتراكي الديمقراطي اللي هو يساري نص نص من وجهة نظرك، يعني مش يساري قوي، لا يوافق صحيح اليسار، ورغم ذلك فشل وما عندوش خطاب يقنع الجماهير، واقنع الجماهير خطاب يميني مختلف؟ ايه رايك؟ مع ان المفروض الجماهير، اغلب الجماهير هي الطبقه العامله في اي مجتمع. الطبقه العامله والبروليتاريا هي اغلب الطبقات الموجوده داخل اي مجتمع، لان الطبقه العليا او الطبقه المتوسطه بتبقى اقل عددا. فكيف استطاع هذا الخطاب ان
يعني ينجح ضد الحزب اللي هو انت حتى لو نجح شايفه يساري بالمصري نص كم، يعني مش يساري زي الناس. لا اصلا. فايه رايك؟ ليه فاشلين انتوا؟ الفاشلين هو اساسا احنا ما يعني انتوا لما تقول انتوا يعني اليسار قصدي، اليسار يعني مش انت شخصيا. لا هو يعني في تطورات معينه صارت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وهذا اثر بالعالم كله. هذا من جهه اوكي، ومن جهه اخرى يعني الحزب اللي انت تحسبه حزب يساري هو اساسا حزب نيوليبرالي، وهو ما يعني كان موافق مع الحزب الاكبر لليمين اللي موجود هنا، الموديرات. كل التراجع اللي يفرض الموديرات لما يجون للحكم، لما الاشتراكيه الديمقراطيه توصل للحكم من جديد ما تناقض اي شيء وتمشي بنفس البرنامج. هي كانه مثلا الاشتراكيه الديمقراطيه بالسويد تريد اليمين يجون على مود يهدون الوضع، والاشتراكيه الديمقراطيه تجي ويعني كأنها تمثل اليسار وتمثل الطبقات المسؤولة. أيوة. والطبقات العاملة، وهذا كلام مو صحيح وغير هذا. ولكن اليسار ليش الخطاب اليميني قدر يكسب هالزخم هذا؟ طبعا له أسباب متعددة، انه المسألة مو مسألة السويد فقط، هو تيار عالمي. الأزمة الخانقة اللي موجودة قلت بالبداية انه سقوط النيوليبرالية كان ممكن تفرز اتجاهين. أما الاتجاه نحو تعميق المساواة الاجتماعية ويعني توسيع مدى الحريات الإنسانية الموجودة والمساواة الموجودة بالمجتمع، أو التراجع نحو الخلف. وهذا اللي دي يصير، يعني هذا منحى تاريخي على صعيد العالم كله. ولكن بالنسبة للسويد أشوف أنه فعلا التيار الوحيد اللي يتبنى في الوقت الحالي تغيير النظام الموجود، اللي من الواضح انه هذا النظام ما يعمل، والتيار اليميني. التيار اليساري يريد يمشي بالوضع مثل ما هو، يعني ما في اي مقترحات او اي مبادرات لتغيير الواقع الموجود بالسويد او لتغيير الحاله الموجوده. ولكن من ناحيه الهجوم على حقوق المهاجرين، وهاي طبعا اليمين يدعي انه ممكن انه راح يعيد كل اللاجئين وكل المهاجرين وكل وطبعا اذا تشوف الوضع بهولندا هنا بالسويد ومعظم بلدان اوروبا، اساسا وجود المهاجرين هنا ضروره اقتصاديه. هاي المجتمعات ما تقدر تعيش بدون المهاجرين. الهجوم هو مو على المهاجرين في وجودهم هنا، الهجوم هو على وجودهم كبشر عندهم حقوق، وممكن انه مثلا يكون عندهم نفس المزايا ونفس الحقوق الموجوده للسكان الاصليين، والهجوم على هذا. احنا متجهين في السويد الى ما يشبه النظام السعودي والنظام الخليجي فيما يتعلق بمعامله المهاجرين والمغتربين. يعني الشخص يجي هنا يشتغل مثل العبد، مثل الأمة تشتغل، وبعد ما تخلص شغلها وهي ترجع للبلد اللي جاية منها. فهي هذا هو المنظور بالنسبة لليمين. وإلا التخلص من المهاجرين، إذا أنت تخلصت في ألمانيا هسه من المهاجرين في القطاع الصحي راح ينهار. يعني ما راح يبقى شيء اسمه قطاع صحي في ألمانيا ولا في هولندا ولا حتى في السويد. يعني معظم الأشغال اللي في القطاعات التعليم، حتى التعليم الصغار، تعليم الأولاد، وحتى في القطاع الصحي لازمين الناس المهاجرين. فهذا الشيء ما راح يصير. الفشل من جهة أخرى هو نتيجة أنه مواجهة النظام الموجود والسعي إلى تغييره نحو الأفضل مهمة صعبة جدا. يعني أنا مثلا شخص سويدي ومستاء من الوضع، من الأفضل بالنسبة لي أنه ألوم جاري اللي جاي من أفغانستان من أنه ألوم مثلا عائلة مالكة هنا للرأسمال. يعني في السويد في 20 سنة السابقة صار في مثلا 5 عوائل يملكون ما يملكون نصف المجتمع السويدي. وهذا الفوارق الطبقية الشاسعة يخلي الوضع أسوأ وأسوأ. ولكن بدل أنه
جمهرة العمال والناس المضطهدين يعني يعارضون النظام والطبقات المالكة والطبقات الحاكمة، من الأسهل بالنسبة لهم أنه يلوموا اللاجئ المهاجر. أيوة. طب هل صعود اليمين اللي تسميته بالفاشي، وهمشي على تسميتك، اليمين الفاشي اللي انت شايفه صعد ده، هل سبب وجود الاجانب والمهاجرين؟ خصوصا ان في بعض المناظر بتبقى مستفزه الحقيقه، ان تجد مثلا في بعض الاحياء في فرنسا او في انجلترا او في المانيا، تخش تحس كده دخلت اسطنبول او دخلت دوله الجزائر او المغرب او دخلت الهند او باكستان. يعني الحاله التركيه طبعا في ألمانيا، والحالة الهندية الباكستانية في إنجلترا، والحالة اللي هي الشمال أفريقية في فرنسا، وطبعا استنزاف لمصادر الدولة، ويعني من اللاجئين وكلام من ده. وكان يعني في إحصائيات إن يعني في بعض الناس اللي بتشتغل وبتفيد الاقتصاد، لكن في كتير من الناس برضه ما بتقدرش تندمج لا في سوق العمل ولا في الثقافة، وبيبقى فيه كده ايه ما يشبه الجيتو اللي كان موجود في يعني الجيتو اليهودي، فأصبح فيه جيتو ممكن عربي أو هندي أو تركي. فهل شايف ده فيه ترابط بين اليمين والحالة دهيت، وازاي تحل الحاله دي؟ شوف المساله ده سؤالين. طبعا السؤالين كيف نحل الحاله هاي راح ده السؤال الثاني راح نجي الى لانه المساله متشعبه كثير، وما ممكن الجواب والرد على هالسؤال هذا، خصوصا السؤال الثاني هيك بسهوله يعني بجمل معينه، بس لكن راح احاول اطرح افكار معينه. اول شيء مساله الهجوم على او اتهام المهاجرين، وخصوصا المهاجرين من بلدان مسلمة، انه هم سبب الازمات اللي موجوده هنا. هذا الشيء طب وانه هم سبب صعود اليسار، صعود اليمين، هذا ما ممكن. التيارات النيونازي، التيارات النيوفاشيه مثلا في كل بلدان العالم تظهر، وفي كل بلد حسب ما موجود في البلد هذا يختاروا الضحيه مالتهم. بأمريكا أنت ما عندك الهجوم على الأقليات المسلمة أو الجاليات المسلمة، عندك هجوم على اللاتين اللي هم جايين ويغزون البلد. أوكي، هناك منو المختار أنه يكون اللي تم عليه الاختيار أنه يكون كبش الفداء، هناك هم اللي جايين من المكسيك أو من أمريكا اللاتينية. اوكي، لكن كيرك اتكلم، يعني كيرك اللي تم تصفيته دهوت، اتكلم على المسلمين، اتكلم على الهوموسيكشوال، اتكلم على نعم يعني حاجات كتير. نعم طبعا هو يحكي عن شيء، بس اللي سياسات الدولة التركيز هسه على الإسبان. انت عندك مثلا ببولندا مثلا اللي بولندا اللي كان مشكله من مشاكل اللي دعا بريطانيا انه يعمل بريكسيت، هم مو المهاجرين البولنديين اساسا، هم هذا اللي دفعوا منه يعمل بريكسيت. البولنديين هناك في بولندا انت ما عندك لاجئين وما عندك مهاجرين من هاي، هناك اختاروا النساء والحقوق اللي النساء مثلا هناك في مسألة الإجهاض وهاي حصلوا عليها، فهم كانوا في وجه المدفع. أنت عندك في روسيا مثلا الهوموسيكسوال هم اللي مختارين في هاي كموضوع انه كبش فداء هم الهوموسيكسوال. عندك مثلا في بلدان، عندك في تركيا مثلا السوريين، في مصر عندك السوريين، يعني لا في السوريين عندنا في مصر ما بيقولوش عليهم حاجه. لا هو اذا تشوف الصفحات وتشوف لا في بعض بس لا في هذا التيار موجود. يعني لا التيار النيوفاشي في كل بلد ممكن يختار اقليه معينه انه ممكن يشيطنها وعن هذا الطريق يمشي. ولكن من جهه اخرى التقسيم اللي حضرتك حكيت عنه وعدم الانسجام اللي موجود بهذا المجتمع وعدم الاندماج، هذا اساسا منتج من منتجات النيوليبرالية اللي حكيت عنه، أنه تعطي هوية ثقافية لجهة معينة. والمسألة أساسا مرتبطة بالاقتصاد أكثر شيء، يعني أنت تريد تجيب ناس هنا يشتغلون
مثل العبيد وما يكون عندهم حقوق وما يكون عندهم شيء. طبعا في هالحاله هاي مو من صالحك انه توعي الناس بحقوق. لكن اللاجئين مش جايبينهم عشان يشتغلوا، اللاجئين ده جايبينهم لاسباب، معلش انت اصل انت قلت على الناس اللي جايبينهم مهاجرين زي مثلا الهنود والباكستانيين اللي جم عشان يشتغلوا في مشاريع زي مترو الانفاق وغيره بعد الحرب العالميه الثانيه. وفي برضه اللي هي الناس بعض اصدقائنا بياخدين فيز، ما يسمى فيز اللي هو هاي كواليفايد بيرسون، يعني سواء في المانيا ليها اصدقاء وحتى في بريطانيا وكده. لكن مش ده اللي بيتكلم عليه كتير من الناس اللي بتتكلم على المهاجرين، بيتكلموا اكتر على اللاجئين واللجوء الانساني واللجوء السياسي والناس اللي جايه عايشه على السوشيال سيكيورتي. طبعا الناس اللي يعني هم بيتكلموا على دول اكتر، انت اكيد ملاحظ وواخد بالك. لا واخد بالي من هالشيء هذا، بس الموضوع شنو، انا اشتغلت هنا يعني هم من ممكن تسميه ذكاء او تسميه، يعني هو لما يجي يتكلم مش هيتكلم مثلا على الاستاذ اللي مثلا عنده شركه وعنده كذا وعنده كذا، لا هو بيتكلم على الشخص اللي هو بيبقى يعني جاي من بلاده ومستهلك في هذه البلاد فقط. يعني هالمسألة هاي أساسا يعني مسألة يعني عاطينه حجم أكبر منها، طبعا أكبر منه كتير. أوكي، أنا من تجربتي هنا بهالبلد هذا، الشخص اللي يجي من بلد آخر ويشتغل هنا شغل ما يسمى بالعقد الرسمي العادي اللي ممكن يدفع ضريبة وهاي، هذا الشخص عنده حقوق ومزايا أكبر كتير من الشخص اللي يشتغل بالأسود. أيوة. أو ما عنده. وهذا الشخص اللي يشتغل بالأسود هو هذا الشخص اللي ممكن يشتغل وكمان ممكن انه ياخذ سوشيال سيكوريتي. ولكن اذا جمعتهم الاثنين مع بعض ما راح يكون لهذا الشخص نفس الحقوق اللي الشخص اذا اشتغل بالقانونيه وبالابيض والسر. فمن ناحيه الاقتصاد هذول الناس اللي متهمين انه هم عايشين على البلد، اذا انت ما تحسب الحسابات وارقام اللي موجوده بدائره الضريبه، تحسب كميه الثروات او الخدمات المنتجه من قبل الناس هاي، تشوف انه هذول الناس تعبانين اكثر وهلكانين اكثر ومنتجين اكثر من الناس اللي يشتغلون بالابيض ويدفعون ضريبه. لانه في النهايه انت الجي دي بي يعني الناتج الاجمالي للبلد ما ينحسب انه كيف دخل الضريبه وما دخل الضريبه، هو شنو المنتج. وانت ما راح تشتغل بالاسود 10 ساعات ويدفعوا لك اجر مقابل لا شيء، انت راح تنتج. هذا الانتاج وين يروح؟ هاي كميه الانتاج اللي انت تنتجه للمجتمع وين يروح؟ يجي للمجتمع نفسه. فبالنهايه انه هالمساله هاي يعني مكبرينه اكثر من حجمه كثير. طيب انا عشان بس الوقت والسفر وكده، فعاوزين نعمل ختام للحوار ده. انت شايف ايه المستقبل في هذا الوضع الحالي؟ وما تقوليش احلام يعني او افكار يعني بعيدة المدى. بعيدة المدى احنا نتمنى ان يبقى كل الناس معتدلين، وافكار دولة يتحقق فيها الحرية والعدالة الاجتماعية، اللي هي الشعارات بتاعت الثورة الفرنسية وغيرها من الثورات الانسان العاقل في ال 200 300 سنه الاخرانيين. لكن انت شايف ايه الحل في الازمه الاوروبيه الحاليه؟ يعني لو مسكتك رئيس وزراء هنا في السويد، بقول لك يعني تحل المشاكل دي فرضيه غير حقيقيه، ما فرضيه بعيده. لا انا بقول لك يعني لا هو طبعا انا ما اشوف المستقبل، يعني اللي اشوفه انا مو متفائل ابدا، وما اشوف شيء ايجابي راح يظهر في المستقبل القريب. بالعكس انه العالم متجه اتجاه خطير جدا نحو النيوفاشيه بكل المعاني، وممكن انه في يعني احتمال. طب ما فيش حل اللي هو يعني هو مثقفين، احزاب معتدله؟ الحلول ما تجي من الاحزاب، انا بدي اتصور الحلول تجي من الناس المعرضين للتهميش والمعرضين للاضطهاد والمواجهين لخطر النيوفاشيه في اوروبا. وهذول الناس لازم يفكروا وينظموا نفسهم. يعني ما يكفي انه انت كشخص موجود بالسويد تنتظر 4 سنوات ليجي حزب من الاحزاب وتصوت لها الحزب هذا وتعطيه. وهل ده متوقع؟ هل ده متوقع؟
هو احنا راح نعمل له، ما في شيء متوقع. انا بناشط وانشط في هالمجال هذا، وهذا هو الشيء اللي اقدر عليه. فما اقدر اعطيك مثلا صوره ورديه، ولا ممكن انه اقول انه هاي نهايه التاريخ واحنا خلاص ولازم نشطب ونروح للبيت. يعني الواحد يكافح ويناضل ربنا يسهل. يعني رؤى برضه زي ما انت قلت، يعني فيها اخذ ورد وكلام، لكن حبيت انا الاصدقاء يسمعوا وجهة نظر تعتبر من قلب اليسار في اوروبا، يعني يساري كردي عراقي سويدي، خلطة كده جميلة. وهذا يمثل ايضا كثير من اليسار السويدي بيفكر بنفس الاسلوب. لا أنا ايوه تقول. اعتذر من هيك. ما في كثير من اليسار السويدي يفكر بهالاتجاه هذا مع الاسف. يعني انت شايف يعني لا، اليسار انا حكيت لك انه هذا اليسار اللي لا يعني ما في اعداد، انا مش بقول اغلبيه طبعا. يعني هو اصلا اليسار اللي مش عاجبينك اخدوا 30%، فاكيد اللي عاجبينك هيبقوا واخدين 5%. لا اقل هم يعني اقل. اذا كان يعني 50% رقم كبير. 5 بقول 5. لا 5% كمان رقم كبير. يا ربنا يكون في عونك. لا يبقى ايه كده العمليه صعبه يعني. لا صعبه جدا صعبه. طيب خلاص نشكرك يا صديقي، نرفع الجلسه ونقول لكم يا جماعه نراكم قريبا في اسبانيا.